بداية النزال كانت صادمة بصراحة، إذ بدا واضحا أن طارق خبابز لم يدخل في أجواء المواجهة مبكرا. كل المبادرة والتفوق كانا من جانب المقاتل ماسل بويف، الذي استغل تفوقه في الطول والريتش وأطلق وابلا من ضربات اللو كيك التي أثرت بشكل واضح على ساق طارق. ومع نهاية الجولة الأولى بدأ خبابز يستفيق تدريجيا، حيث رد ببعض اللكمات القوية وأظهر نية العودة، لكن الوقت لم يكن في صالحه وانتهت الجولة دون أن يتمكن من فرض نفسه. مع بداية الجولة الثانية ازدادت معاناة طارق مع ضربات اللو كيك التي كان يوجهها ماسل بويف بدقة وقوة، وتبين أن الفارق البدني والطولي يصب في مصلحة الأخير. الخطأ التكتيكي الواضح من خبابز أنه لم يضغط بما فيه الكفاية لتقليص المسافة، وهو ما جعل ماسل يرتاح أكثر في توجيه الضربات من بعيد. لكن كما تعودنا من ماسل بويف، فإن لياقته البدنية تبدأ بالتراجع في الجولات الأخيرة، وكان هذا هو أمل طارق في قلب المعادلة. وفي الجولة الثالثة التزم طارق بتعليمات مدربه وبدأ بالضغط بشكل مستمر، ونجح في تقليص المسافات مما جعله أكثر فاعلية وسمح له بكسب الجولة الثالثة رغم بعض المجازفات التي كادت أن تكلفه غاليا. لكن الفوز بالنزال يتطلب أكثر من جولة واحدة. طارق كان مطالبا بحسم الجولتين الرابعة والخامسة للبقاء بطلا. كان عليه أن يبقى مركزا وألا يسمح بترك أي مسافة قد تمنح الأفضلية لمنافسه. ضربات اللو كيك كانت كابوس طارق في هذا النزال، ومع استمرارها في الجولة الرابعة بدأت ساقه تنهار تدريجيا وأصبح غير قادر على الثبات أو المناورة. ومع وابل من اللو كيك من ماسل بويف لم يستطع طارق الاستمرار وسقط أرضا بعد إنذار الحكم. العد بدأ، طارق يحاول لكن ساقه لم تعد تقوى على الوقوف. هكذا خسر طارق خبابز النزال وخسر الحزام، لكنه لم يخسر الروح الرياضية. لقطة الختام كانت لخصمه وهو يواسيه ويظهر احتراما كبيرا. مشهد مؤثر يذكرنا أن الرياضة نبل قبل أن تكون صراعا. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it, being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast, off the road, I get gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can